السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مطبخ نيرو. طبعا بقى موسم الزيتون التفاحي الحقيقة هاتيه بقى من السوق قبل ما يخلص، والحمد لله السنة دي سعره معقول عن السنة اللي فاتت. هنخلله النهاردة رمضان بأسهل وأبسط طريقة، من غير شق ولا نقع ولا يريم منك، ويفضل معاكي من السنة للسنة من غير ما يمرر معاكي ولا يتهري. هقول لكم كده كل التفاصيل ازاي تظبطي الملح بتاعك، حتى لو بتعمليه لاول مره هينجح معاكي. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف الطريقه. انا جايبه كده 4 كيلو من الزيتون. بصوا، ده بيسموه الزيتون التفاحي لان الزيتونيه بصوا بتبقى كبيره كده شبه التفاح كده. انا جايبه الكيلو من ده، جايبه ب55 جنيه. كيلو الزيتون من ده جايبه ب55، ده سعره كده عندنا. وجبت بقى كده شطه، مش شطه اللي هي بتبقى التخينه دي بتبقى حراقه شويه. جبت كده يجي ربع كيلو شطة. وجبت برضو اللي هي الشطة خضرة، شكلت برضو كده. بصوا احلى كده تخليل الشطة اللي هي بتبقى الفلاحي اللي هي الرفيعة دي. ما تجيبوش اللي هي الشطة التخينة لانها هتتهري منك. الشطة دي بتقعد معاكي طول السنة ما بيحصلهاش اي حاجة، وبرضو في نفس الوقت ولا هنشقها ولا هنعمل فيها اي حاجة، احنا هنحطها سليمة كده. والزيتون برضو انا مش هشقه، انا حاطاه سليم. كل اللي عملته فيه ولا نقعته ولا شقيته، انا غسلته بس يا دوبك كده وسبته يجي نص ساعة، عشان برضو لو فيه ترابوية اي حاجة بيبقى فيه زي عنقود كده هنا. انا شلت العنقود ده برضو منه. دول بقى كده 4 كيلو زيتون من اللي هو التفاحي. هحط عليهم نص كيلو جزر انا بشراه بالشكل ده. بسم الله. ال4 كيلو زيتون دول انا هحط لهم كيلو من الليمون. الليمون انا عصرته بالمعصرة مش بالشفشق الخلاط، عصرته بالمعصرة اللي هي اليدوي دي. ما ينفعش ان انتوا تعملوا الليمون في شفشق الخلاط خالص وترجعي تصفيه من القشر، كده هيمرر معاكي وهيبوظ لك كل حاجة. هاخد كده نص كمية القشر ده، بيبقى حلو قوي برضو في المخلل. هحطه كده برضو في المخلل بالشكل ده. اهي الليمونيه هي بعد ما بتتعصر بتبقى بالشكل ده. ده بقى بيتخلل كده مع الزيتون بيبقى طعمه حلو قوي. وهحط برده معلقتين كبار من حبه البركه. هحط على الكميه دي كلها معلقتين بس، ما تزوديش حبه البركه عشان برده ما تغمقش معاكي الزيتون ولا تغمق الخلطه اللي احنا هنعملها. بس هغسل حبه البركه الاول عشان برده بصوا الحاجات اللي هي السمرة اللي فيها دي برضو مش عايزاها تغمق لي الزيتون. كده غسلت حبة البركة وصفيتها. طبعا هنزل بقى على الخلطة دي، ومعايا الشطة دي بقى انا قطعتها كده بالشكل ده. هبدأ افرمها كده في الكبة، وهحط برضو شوية من الشطة دول كده. هبدأ اقلب بقى كده الخلطة دي كلها مع بعضها. بسم الله. برضو لو عايزاه يبقى سريع معاكي وهتاكلوا منه على طول، شقيه كده زي ما قلت لكم، شقه كده من النص، وحطي له نص كوبايه خل. لكن زي ما قلت لكم انا عايزه ده رمضان، انا عامله نوع زيتون تاني ان شاء الله برضو هنزله لكم قريب في القناه. هقلب بقى كده كويس مع بعضه. هحط برضو ورق اللورة ده، بيدي ريحه كده حلوه معانا في المخلل. برضو لو حابين تحطوا كرفس حطوا، بس انا عن نفسي انا مش بحب ريحه الكرفس في المخللات. يبقى كده حطينا على ال4 كيلو زيتون نص كيلو من الجزر المبشور كده، وحطينا معلقتين كده كبار من حبة البركة. حتى برضو على الكمية كلها نص كيلو شطة، حابة تزودي الشطة عن كده مفيش اي مشكلة، هاتي ممكن تحطي كيلو شطة. الشطة برضو مع الزيتون المخلل بتدي برضو طعم حلو. برضو لو لقيتوا اي زيتونية بايظة او مهرية او مخددة كده من الجنب او طرية استبعدوها تماما برضو، لان الزيتون ده زي ما قلت لكم احنا عايزينه رمضان، فعايزينه ياخد كده وقته براحته في التخليل. هجيب بقى كده البطرمان اللي انا هعمل فيه المخلل ده، عندي على طول انا بخلل فيه كل سنة. طبعا غسلته كويس جدا وعقمته. عبيته بقى كده في البطرمان بالشكل ده. هبدأ بقى كده انزل بالليمون. بسم الله. هنزل بقى كده بالليمون. هبدأ بقى كده اعمل المحلول اللي انا هحط فيه الزيتون. هي ميه كده من الحنفية انا غليتها وسبتها بردت تماما. هبدأ بقى دول كده 4 لتر من المية. هحط عليهم كده 3 معالق سكر كبار بالشكل ده كده. خلي بالكم برضو يا بنات ان السكر هو مادة الحفظ بتاعتي. هبدأ بقى احط كده الملح. بصوا المعلقة مليانة كبيرة، معلقة هرمية
كل لتر ميه هحط له كده 4 معالق كبار من الملح بالشكل ده. بصوا المعلقه مليانه ازاي، ادي كده 4 معالق. لو المعلقه كبيره زي دي كده، بص المعلقه دي كبيره، دي اكبر معالق عندي. بص فرق المعلقه دي من دي طبعا اكبر، دي المعلقه اللي هي الوسط، لكن دي طبعا كبيره اكبر من دي. فلو هتحطي بدي يبقى حطي 5 معالق. الاربع معالق دول بيعادلوا نص كوبايه من الملح. هحط كده، حطينا كده 4 معالق، كل لتر ميه هحط له 4 معالق ملح، وابدا اقلبه بقى كويس جدا. بسم الله. انا نقصت معلقه كده من الكميه، وهبدا اعمل لها الاختبار، وبعد كده هشوف لو محتاج ملح تاني هزود، مش محتاج يبقى كده خلاص. لو الليمون اللي احنا حاطينه هنا الكميه بتاعته مش كفايه، او ما كانش عندك كميه تقضي كميه الزيتون، يبقى ممكن تحطي برضو معلقه كبيره من ملح الليمون. برضو يا بنات محلول النقع ده لو هو الملح بتاعه زايد شويه مفيش مشكله، ممكن بعد كده دي نقدر ان احنا نعالجها. لكن لو الملح بتاعه قليل كده الزيتون هينهري معاكي وهتبوظي كل اللي انت عملتيه ده. بس احنا ان شاء الله هنظبط الميه برضو كده. بقى دوبت الملح والسكر معايا كده بيضايه، طبعا انا غسلاها ومنشفاها، هحطها كده. لو البيضه دي غطست معايا يبقى احنا محتاجين ان احنا نزود الملح. لو البيضه تنتها قبه معايا كده على وش الميه يبقى كده البيضه، يبقى كده الملح ده مظبوط. بس انا برضو هزود كمان معلقه اللي انا نقصتها زي ما قلت لكم. انا كنت عايزه برضو اعرف حاجه، بس برضو زياده امان انا هزود المعلقه اللي انا نقصتها، لان ده المقدار اللي انا بعمل بيه كل سنه، والحمد لله ما شاء الله بيطلع معايا كويس. هزود كده المعلقه اهي اللي انا نقصتها كده. دوبت الميه تاني اهيت المعلقه اللي انا حطيتها. هنحط البيضه تاني. بصوا البيضه كده مرفوعه معايا اكتر من اول مره، يبقى كده مظبوط. هبدا احط الميه دي في البطرمان. بسم الله. البطرمان ده بياخد 5 كيلو من الزيتون. حطيت طبعا 4 كيلو زيتون، ونص كيلو جزر، ونص كيلو شطة. يبقى كده البطرمان ده بياخد 5 كيلو. لو كنت زودت كمان نص كيلو زيتون برضو كان هياخد، لكن مفيش مشكلة. هبدأ بقى كده بقيت قشر الليمون ده هبدأ احطه كده هنا في البطرمان على وش الزيتون بالشكل ده كده. وهحط برضو ورق اللورة ده كده على الوش الزيتون بالشكل ده. احط بقى كده زيت زيتون على الوش. طبعا حابه تحطي زيت عادي مفيش اي مشكله، بس زيت الزيتون هيديله طعم حلو. هحط كمان شويه بالشكل ده. وتاع عندك زيت من اللي هو العادي حطي برضو هيبقى حلو. ده الشكل النهائي بتاعه ما شاء الله اللهم بارك. كده غطيته بقى بالزيت. انا هزود زيت تاني، بس هرج كده البطرمان ده رجه كده، لان انا حطيت الليمون من تحت ما قلبتوش مع الميه، فعايزه ارجه كده رجه برضو عشان كل الخليط ياخد من الليمون اللي انا كنت حطاه. وبرضو الزيتون، زيت الزيتون ده عايزاه ينزل برضو تحت كده عشان الزيتونيه نفسها تتشرب برضو من طعم زيت الزيتون ويبقى طعمها حلو. فبعد ما ارجه كده هحط برضو تاني شويه زيت زيتون. زودت زيت اهوت زي ما قلت لكم، هو مغطيه اهوت لو واضح معاكم في الكاميرا. هبدا بقى كده اغلفه كده بورق استريتش بالشكل ده. هغلفه كذا مره بورق الاستريتش. ممكن برضو لو ما عندكيش ورق استريتش غلفيه عادي بكيس عادي. حطيت بقى كده طبق تحته بالشكل ده. هسيب الطبق ده كده لمدة يومين، لان الزيتون ده هينزل مية. فبعد اليومين قومي مسحه بقى البطرمان كده كويس بحته ناشفه، وقومي حاطاه بقى كده في حته تكون مقفوله، ومش هنفتح عليه قبل 3 شهور. كده كده لو فتحت عليه قبل 3 شهور هتلاقي الزيتون ده مرر معاكي. فنسيبه بقى كده يتخلل براحته عشان ناكل كده شويه زيتون زي بتاع بره واحلى كمان. كده بقى عملت الزيتون المخلل معاكم بطريقتي. اتمنى كده ان انتوا تجربوه، ولو عجبتكم بقى الطريقه اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.